ايه صحة المقولة اللي بتقول ان ربنا في كل مكان؟ بل انا هزود لك كلمة كمان الناس بتقولها. في ناس بتقول ان ربنا مش في مكان خالص، ربنا منزه عن الزمان والمكان. عندنا طائفتين، طائفة بتقول ربنا في كل مكان، وطائفة بتقول ان ربنا ملوش مكان. تعال نشوف الاتنين دول، الطائفتين دول والاتنين دول على غلط اكيد. وتعال نشوف ربنا بيقول ايه. 7 ايات في القرآن، عندك في سورة الاعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، وعندك آية أخرى لا أتذكرها الآن. 7 آيات في القرآن الكريم بتدل على أن الله عز وجل مستو على عرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما أتى بالجارية سألها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لمعاوية أعتقها فإنها مؤمنة. أدي كلام ربنا ودي كلام النبي. العجيب إن بيطلع ناس للأسف بينتسبون إلى العلم. واحد يقول لك ربنا في كل مكان. يا اللي بتقول ربنا في كل مكان، هل ربنا في المقاهي؟ هل ربنا في الحمامات؟ هل ربنا في الأماكن النجسة؟ هل ربنا في الخمارات وفي البارات وفي الأماكن التي لا تليق، التي ينزه عنها أهل العلم أصلا، فضلا عن أن ينزه عنها الرب سبحانه وتعالى؟ راجع الآيات ال7 المذكورة في القرآن الكريم واللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية. 7 أدلة، بس نظرا لضيق الوقت أنا لا أستطيع أن أنا أذكرها. لما تيجي تقرأ حتى في سورة فاطر، الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مش الصعود ده معناه انك طالع لفوق، يبقى الله عز وجل في السماء. السماء في اللغه العربيه بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع. ايه ده؟ يعني انا لو طلعت فوق في السماء بطياره دلوقتي هلاقي ربنا؟ لا طبعا، الله عز وجل مستو على عرشه. وكلمة استوى في اللغة العربية تأتي بمعنى 4 معان: على وارتفع وصعد واستقر. 4 معان. طب ده كلام ربنا وكلام النبي وكلام أهل اللغة العربية. أنا تخصصي لغة عربية أصلا. طيب كلام أهل العلم، تعال شوف الإمام مالك بيقول إيه. الإمام مالك رحمه الله تعالى هو إمام أهل المدينة النبوية، إمام أهل المدينة النبوية، وهو شيخ الإمام الشافعي. عارف الشافعي؟ ده شيخه. نؤمن أن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه وعلمه في كل مكان. طيب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو تلميذ الإمام الشافعي، وما أدراك من علم الإمام الشافعي، أن الله عز وجل مستو على عرشه وعلمه في كل مكان ويعلم كل شيء عن خلقه ومن خلقه. خلاصة اللي عايز أقوله للفرقتين اللي بيقولوا إن ربنا في كل مكان، والفرقة الأخرى اللي بتقول إن ربنا ملوش مكان، أقول تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. الصواب الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة والحمد لله أن الله عز وجل مستو على عرشه وعلمه في كل مكان. يبقى لما تيجي تقرأ في سورة المجادلة أو المجادلة كلاهما صحيح، وهو معكم أينما كنتم، السؤال ليك الآن: هل معنا بذاته ولا مستو على عرشه ومعنا بعلمه؟ يا ريت لو الفيديو ده عجبك شارك المعلومة دي مع غيرك وحاول تنشر العقيدة الصحيحة. ولو عندك سؤال لو سمحت اكتبه في تعليقات وهنرد عليه. شكرا.